ده أدريانو جاي من حواري البرازيل وصاحب القميص رقم 7 مع المنتخب. أدريانو لعب في أندية كتيرة جدا، كان أبرزها إنتر ميلان الإيطالي، وكان بيلعب في مركز المهاجم. أدريانو انضم للمنتخب في الوقت اللي كان فيه رونالدو، لكنه كان أصغر منه ب7 سنين، وعلشان كده الجماهير لقبوه بالنسخة المصغرة من رونالدو الظاهرة. معروف إن المهاجم الصريح ما بيكونش مطلوب منه إنه يكون مهاري بشكل كبير، وأهم حاجة عنده إنه يكون بيخلص قدام الجون وعنده إحساس عالي بالمرمى. لكن أدريانو كان بيجمع بين الاتنين، هداف درجة أولى وكمان مهاري وعنده حلول فردية كويسة. ده غير كمان إنه كان سريع وجسمه قوي وبيقدر يحجز كويس جدا على كورته. أدريانو انضم للمنتخب الأول وهو عنده 18 سنة بس، وده بسبب موهبته العالية جدا في كرة القدم. وقدر في 2004 إنه يكون المساهم الأكبر بفوز المنتخب بكوبا أمريكا، وكان هداف البطولة برصيد 7 أهداف. ده غير كمان إنه كان المساهم الأكبر بفوز المنتخب بكأس القارات لكرة القدم، وكمان كان هداف البطولة برصيد 7 أهداف. أدريانو سجل مع المنتخب 44 هدف، وسجل في مسيرته الكروية كلها تقريبا 211 هدف، وقدر إنه يساهم بأكتر من 100 تمريرة حاسمة. لكن للأسف بسبب موت والده دخل في حالة نفسية صعبة واتجه للمخدرات وحياة العصابات. أدريانو من أساطير الكرة اللي كبرنا واحنا بنسمع اسمها، واللي كانوا بيلعبوا بيس 2006 على الكمبيوتر هيعرفوا أنا بتكلم في إيه. أدريانو كان متألق جدا مع نادي الإنتر، لكن بسبب اتجاهه للمواد المخدرة ما قدرش إنه يكمل مع الفريق. وبعدها راح لكذا نادي، لكن مستواه بدأ إنه ينزل تدريجيا لحد ما فقد حسه التهديفي تماما. أدريانو لو كان كمل صح في مسيرته الكروية كان زمانه في حتة تانية خالص.